ما تبقيش تقليديه. بصوا جايبه لكم النهارده شويه افكار كده هيعجبوكي جدا. بصي عملت الستاره ازاي، عملتها كانها سنبله. الستاره شكلها حلو جدا بعد ما خلصت. ديكور هايل قوي يعني. بصي عشان دايما احنا بنعمل الستاير والحاجات الديكور اللي في بيتنا دي بحاجات معتاده، لا الفكره تحفه جدا وبصراحه 10/10. لما بنحط بديل السجاد بيزحلق من على السيراميك. الفكره دي بتقولك ان الاسترتش ده بيلزق السجاده على السيراميك، يعني مهما لو حطيتي قطعه الاسترتش مهما مشيتوا على السجاده مش هتتشخص من على السيراميك. انا بصراحه مجربتهاش، انتي لو جربتيها اكتبي لي تحت في الكومنتات حلوه ولا لا. تعالي شوفي الست الكل دي الفكره اللي بتعملها جامده. حطت 3 ستاير في ماسوره واحده كده زي ما انتي هتشوفي، وعطت في الاخر ديكور تحفه. دايما جددي بيتك كده والافكار في بيتك، بدل ما يبقى الشكل المعتاد، لا لو غيرنا حاجه بسيطه المنظر بيبقى افضل واحلى. دي كمان من الافكار اللي تجنن. شوفوا هي بتعمل الطريقه ازاي، هتطلع روعه في الاخر. اكتبوا لي تحت رايكم في كومنتات ايه انهي ستايل عجبكم، واكتبوا لي الفكره بتاعت السجاده. انا شايفاها غريب، لو انت اول مره بتشوفي متنسيش تحطي الكومنت اللي زي العسل اللي شبك، وكمان تحطي لايك عشان يرفع معانا الفيديو. اشوفكم ان شاء الله في فيديوهات حلوه جدا تعجبكم. مع السلامه.